صباح الخير. وصفتنا النهاردة بقى هي ستريبس الدجاج المقرمش بقشرة ثابتة، مش هتفك منك أبدا وهتفضل مقرمشة معاكي أطول فترة ممكنة وبطريقة سهلة وبسيطة جدا، بس هيطلع معاكي لذيذ جدا وأحلى من الجاهز مليون مرة. وطبعا لأن اللحوم المصنعة ما بتبقاش مضمونة ومش عارفين هما مستخدمين فيها ايه، وطبعا الأولاد بيحبوها جدا. فتعالوا بقى نعملها بإيدينا بدون مواد حافظة وبطريقة سهلة جدا. بس لو أول مرة بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة عندي هي صدور الفراخ. هحتاج صدور من الفراخ تكون مخلية من العظم زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا بنبقى غسلينها كويس قبل ما نقطعها. وبعدين هبدأ اقطعها شرايح بالطول كده بسمك متوسط، ونحاول على قد ما نقدر نخلي الشرايح كلها بنفس السمك علشان تاخد نفس الوقت في التسوية. وبعد ما قطعنا الفراخ بتاعتنا تعالوا بقى علشان نحضر التتبيلة الخطيرة اللي هنحطها على الفراخ. عندي معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، معلقة صغيرة من توم باودر، بصل باودر، وبابريكا وفلفل اسود، وربع معلقة من الحبهان المطحون، وكمان معلقة صغيرة من الزعتر، وملح، وربع معلقة من الكركم، ومعلقة صغيرة من الكاري، وكمان معلقة صغيرة من الكزبرة. وهنقلب بقى كل ده على بعض. والخلطة دي فظيعة يا جماعة، تقدروا تحطوها على اي نوع الفراخ بتبقى حلوة قوي قوي، والزعتر بيدي طعم حلو جدا. ودلوقتي بقى هنجيب بيضاية واحدة ونحطها في البولة كده ونضربها بالشوكة او بالمضرب، وننزل عليها بمعلقتين صغيرين من التوابل اللي احنا عملناها ديت، وهنقلبهم كويس جدا. وبعدين هنزل بقى بقطع الفراخ كده في التتبيلة. ممكن نسيبها في التتبيلة ساعة او ساعتين لو عندنا وقت، لو ما عندناش وقت نقدر نشتغل فيها على طول. وبس كده خلصنا بقى اول خطوة. تعالوا عشان نشوف تاني خطوة، وهي اللي هنغلف بيها الفراخ بتاعتنا. عندي كوبايتين من الدقيق، عليهم نص كوباية من النشا علشان تدينا قرمشة حلوة، وهنحط عليهم بقى معلقتين كبار من التتبيلة الخطيرة، وبعدين هنقلبهم كويس كده مع بعض. ودلوقتي بقى هجيب الفراخ بتاعتي، هنزل كده بنصها في الدقيق وهقلبها كده من تحت لفوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ كده اطلعها واحدة واحدة، بس هنفضها كويس علشان تديني الشكل المكرمش اللي بيبقى على الستريبس من بره. هنبدأ نحط الكمية التانية. طبعا انا عاملة كمية كبيرة لان هشيل الجزء منها في الفريزر والباقي هعملها معاكم. بعد ما خلصنا كده اول تغطية معانا، في نفس البولة اللي كان فيها البيض هحط كوباية من المية الساقعة، تكون ساقعة ضروري جدا، وهنحط عليها بقى معلقة كبيرة من التتبيلة الخطيرة. هنقلب كويس جدا. وبعدين بقى هنعمل اخر خطوة معانا، وهي هنحط الستريبس بتاعنا في قلب المية الساقعة المتبلة، وبعدين هنحطها في قلب الدقيق. وخطوة مهمة جدا يا جماعة هي اننا نقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الاول هنهز كده البولة بتاعتنا لحد ما الدقيق يغلف الستريبس بتاعنا كله، وما تضغطوش ابدا على الستريبس، يعني بالراحة كده بنقلبه من تحت لفوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واحنا بنطلعه بقى كده بننفضه من اي دقيق زيادة عليه علشان يديني الشكل المكشكش اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده هنبقى خلصنا ونعمل باقي الكمية بتاعتنا. وطبعا زي ما قلت لكم النشا مهمة علشان بتدي قرمشة، وطريقة التقليب مهمة جدا. اهم حاجة تمشوا على الخطوات دي هيطلع معاكم الستريبس مقرمش وجميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده عملت باقي الكمية، وطبعا انا هسيب باقي الكمية في الفريزر زي ما هي كده، مش هقليها ولا هعملها اي حاجة، هحطها كده في طبق او في اي حاجة، هدخلها في الفريزر وهغطيها بكياس كده علشان ما تلزقش في بعض. وبعدين بقى هقلي معاكم الكمية التانية. شايفين بقى يا جماعة الكشكشة اللي بتبقى على الستريبس من بره دي بتديكم كده الشكل زي اللي احنا بنجيبها الجاهزة. شايفين التفاصيل؟ هيطلع معاكم مقرمش قوي. بزيت سخن بقى وهنزل كده بالستريبس بتاعنا، ومهم جدا طبعا يكون الزيت سخن جدا زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى انزل كده بالستريبس بتاعي، وبعدين مش هقلب خالص غير لما الستريبس يبدأ يمسك نفسه كده، ما يبقاش الدقيق كده لسه ملزق عليه او طري علشان ما يفكش منك في قلب الزيت. واستني عليه لحد ما يبدأ يتشمع ويمسك نفسه كده، وبعدين قلبيه على الناحية التانية زي ما انت شايفة كده. شايفين هو هنا بقى كان نشف معايا، مبقاش طري خالص، وبقلبه بكل سهولة. وكده بقى هتقدري تحافظي على الطبقة اللي بره من غير ما يفك منك خالص. ومهم جدا انك ما تسحميش الطاسة مرة واحدة، يعني ما تحطيش كمية كبيرة كده علشان تخلصي بسرعة، هو كده كده ما بياخدش وقت اصلا. فحطي كده شوية صغيرين بشوية صغيرين علشان ما يلزقش فوق بعضه، ومش هيبقى حلو خالص وهيتكسر منك وانت بتقلبيه. ودلوقتي بقى بدأ ياخد لون معايا زي ما انتوا شايفين كده. طلعته على المصفى، ممكن تطلعوه في المصفى
مصفى او على شبكة. بلاش مناديل المطبخ علشان هيطرى منكم ومش هيبقى مقرمش. اهم حاجة يا اما شبكة يا اما مصفى. بلاش مناديل المطبخ في اي مقليات عايزينها تفضل مقرمشة، يبقى تطلعوها على حاجة تصفي الزيت اللي فيها كده وتبقى متهوية. وهو ده بقى السر اللي بيخلي المقليات تفضل مقرمشة لأطول فترة ممكنة. وبس كده، مفيش أسهل من كده. شايفين بقى الستريبس طالع مقرمش معانا ازاي؟ بصوا شوف الحلاوة، سامعين الصوت ده؟ تعالوا بقى نشوف القرمش. طبعا هو لو مش مقرمش مش هيعمل الصوت ده خالص وهيبقى طري كده معانا، بس هو بصراحة طالع مقرمش جدا جدا. ونشوف بقى التفاصيل بتاعة الستريبس الجميل. شايفين بقى مستوي كويس جدا من جوه، طبعا لسه سخن جدا وبيطلع بخار، بس بصراحة طعمه رهيب. تقدروا بقى تقدموه مع مكرونة كده بالصلصة او ريزو، هيبقى حلو جدا. ودي بقى من الاكلات المنقذة اللي ممكن تعملي منها كمية وتشيليها في الفريزر وقت ما تحبي تعملي غدا سريع ما عندكيش وقت. طلعي على طول الستريبس على التحمير وفي 5 دقايق هتبقي عملتي احلى غدا. وبلاش بقى نشتري لحوم مصنعة من بره، طريقتها سهلة نقدر نعملها في البيت وكمان هنبقى ضامنينها، وطعمها بجد هيبقى احلى من الجاهزة مليون مرة. وبس خلاص كده عملنا احلى ستريبس مقرمش. جربوه بقى واتمنى يعجبكم وكتروا الشير واشوفكم على خير.